اهلا بيكم في حلقه جديده على اليوتيوب. هنتكلم في الفيديو النهارده يمكن من اهم الحلقات واخطرها اللي ممكن نكون عملناها قبل كده، عشان هنتكلم عن مواضيع مهمه جدا وخطيره، وللاسف في ناس كتير فاكره انها حاجات عاديه او حاجات بسيطه، وهو موضوع عمليات التكميم وتحويل المسار والعمليات دي. فهنتكلم كده النهارده مع بعض واحاول افهمك الموضوع بشكل بسيط، ونعرف مع بعض ايه خطوره الحاجات دي وايه اضرارها الكبيره جدا، وهقول لك في اخر الفيديو مين الناس والفئه القليله قوي اللي ممكن يفكروا العمليه دي والعمليه دي تكون مناسبه ليهم. فلو كنت بتفكر تعمل عمليه من العمليات دي او تعرف حد قريبك هيعملها قريب، ابعت له الفيديو ده. معاكم جورج رضا في قناه دكتور فيت، ويلا بينا نبدا الحلقه. عملية التكميم عملية جراحية بتتعمل بالمنظار، بيتم فيها قص تقريبا 80% من المعدة، والجراح بيخيط الجزء الصغير الباقي على شكل موزة أو أنبوبة صغيرة، فبالتالي هتشبع من كمية أكل أقل بكتير مقارنة باللي كنت بتاكله قبل كده. يعني مثلا كنت بتاكل 10 موزات يشبعوك، لا، موزة واحدة هتشبعك ويبقى زي الفل. وكمان امتصاص الأكل هنا بيحصل عادي جدا عشان ما جيناش جنب الأمعاء، والنقطة دي هنفهمها أكتر واحنا بنحكي عن عملية تحويل المسار. وبيتقالك كمان إنها هتنزلك أكتر من 50% من وزنك في خلال سنة أو 2 بالكتير. هتقولي طب ما دي عملية جميلة وحلوة جدا، أقول لك لا، مش حلوة ولا جميلة ولا حاجة، عشان انت برضه بعد ما تعمل العملية لازم تمشي على نظام غذائي وتظبط اكلك وما تبوظش، وتمشي على لايف ستايل وحياة صحية كويسة، عشان خاطر لو كلت وبوظت حجم المعدة ممكن يرجع زي الاول وترجع تاني تتخن زي الاول ويمكن اكتر كمان. الله، طب ما كان من الاول، ما انت لو كنت هتعرف تمشي على نظام غذائي وتلتزم عليه وتاكل كويس، امال عملت العمليه ليه من الاول؟ هيجيلك ناس تاني ويقول لك ايه، لا لو انت بقى بتحب الحلويات وبتاكل كتير ومش عارف تحافظ على اكلك يبقى تعمل عمليه تحويل المسار. تعال بقول لك اللي بيحصل في عمليه تحويل المسار. عمليه تحويل المسار من الاسم بيحصل تحويل او تغيير في المسار الطبيعي للهضم بتاعنا، بيتم فيها ربط جزء كبير من المعده وبيتم توصيلها بجزء من الامعاء، يعني جزء من الامعاء قبله اتشال تقريبا 2 متر، فالاكل كده هينزل من المعده هيعدي على جزء من الامعاء، مش هيعدي على الامعاء كلها، وده هيقلل جزء كبير جدا من امتصاص الاكل اللي هتاكله. عشان كده قالك في الاول لو انت بتحب الحلويات والشوكولاتات والجاتوهات وبتحب تاكل كتير، فالعمليه دي هتكون الخيار الامثل ليك، علشان الاكل والتبويض اللي انت بتاكله ده جسمك يعتبر مش هيمتصه. طيب هتفرح وتقول حلو الكلام ده؟ اقول لك لا، مش حلو. ليه؟ عشان انت زي ما مش هيحصل عندك امتصاص للحلويات والتبويض والمواد الضاره دي، مش هيحصل برضو عندك امتصاص للمواد المهمه جدا اللي جسمك محتاجها زي الحديد والكالسيوم وكل الفيتامينات والمعادن. عشان كده الدكتور المفروض يقول لك قبل العمليه دي انك هتمشي طول حياتك على مكملات غذائيه وشويه فيتامينات عشان تعوض المشاكل الكبيره اللي حاصله في الامتصاص عندك، عشان جسمك الامتصاص فيها هيبقى فيه مشكله كبيره جدا. المسار الطبيعي او الجهاز الهضمي الطبيعي اللي ربنا خلقه لك تم التدخل وتعدل فيه. ما هو لو حته المعده الزياده اللي تم قصها سواء في تحويل المسار او في التكميم ما كانش ليها لازمه، ما كانش ربنا خلقها لك من الاول. ودول كانوا من اول بس مشاكل العمليات دي. قلت لك كل عمليه وايه المشكله الرئيسيه بتاعتها اللي سبيشال ليها. تعال بقى اقول لك على باقي كميه المخاطر والمشاكل اللي ممكن تجي لك لما تعمل العمليات دي. ممكن يحصل نزيف شديد وعدوى، مشاكل في القلب والرئه وجلطات، حدوث تسريبات من مكان الجت في المعده، مشاكل في المراره وحصاوي، ومشاكل كبيره في الجهاز الهضمي زي حدوث اوبستراكشن انسداد او هرنيا فتاء او ارتجاع في المريء او مال نيوتريشن، مشاكل في التغذيه ومشاكل في امتصاص الاكل زي ما قلنا من شويه، وهتضطر تستخدم ادويه طول حياتك. ولازم برضو بعد العمليات دي هتمشي على نظام غذائي وتحاول تروح تتمرن على قد ما تقدر وتحاول تظبط اكلك وتحاول تحافظ على اللايف ستايل بتاعك، عشان العمليات اللي عملتها دي ما تبوظ والمعده حجمها يبدا يكبر تاني ويرجع زي الاول ويمكن اكتر. لو انت بالعقل لو الحاجات دي كنت هتعملها من الاول ما كنتش عملت العمليه. وتعالى بقى اقول لك على ايه اهم الشروط اللي تتعمل قبل ما تعمل العمليه دي اصلا. اول حاجه لازم يكون الشخص بقاله سنين كتير بيحاول يمشي على نظام غذائي ويتمرن ومش لاقي نتيجه، ومش تبقى ماشي مع نفسك على اي نظام وخلاص تقول مش لاقي نتيجه، لا، لازم تكون ماشي صح على برامج صح مع الشخص صح. ولو انت بقالك فتره ماشي مع نفسك ومش لاقي اي نتيجه، تقدر تتواصل معايا ونبدا نتمرن سوا من خلال سيستم تدريب اونلاين كامل وابلكيشن، والبرامج انا اللي بجهزها لك بنفسي وانا اللي بتابع معاك على طول. ونفترض بقى حد فعلا كان ماشي وما لقاش نتيجه، بنشوف الاول هل في مشكله معينه هي اللي خلت ما يلاقيش نتيجه، زي مثلا مشكله في الغدد بالذات الغده الدرقيه. وفي نقطه مهمه جدا ان لازم يكون الشخص عنده مؤشر كتله الجسم البي ام اي البادي ماس اندكس 40 او اكتر، وده رقم كبير جدا. ولو عاوز تعرف المعادله دي هحطها لك في الفيديو هنا وممكن تحسبها على نفسك. او يكون البي ام اي 35
بس يكون في مشاكل صحيه تانية حصلت خطيره مصاحبه للسمنه، زي سكر نوع تاني، ضغط، تصلب شرايين، مشاكل كبيره في الاعصاب. وهنا هيكون اضرار الوزن الزايد ده والسمنه والمشاكل المصاحبه ليها اضرارهم اكبر واخطر بكتير من اضرار ومخاطر العمليه. فالناس دول هيكون لمصلحتهم ان هم يعملوا العمليه لعلاج المشاكل الخطيره اللي عندهم دي، وبيقعدوا مع الدكتور وبيشوفوا انسب حل ليهم وايه اللي ممكن يعملوه. مش مجرد حد وزنه زايد كام كيلو يقول لك انا اروح اعمل العمليه دي تسهل عليا، او عاوز يستسهل ومش عايز يتعب شويه ويلتزم على نظام غذائي او ينزل يتمرن او يحاول يعمل اي حاجه، هو عاوز يستسهل بس فاكر العمليات دي هتحسن الدنيا وتخليه مش محتاج حاجه. ما تنساش ان اللي بيجي بسهوله بيروح بسهوله. ودي جمله هنختم بيها حلقتنا النهارده، واتمنى يكون المعلومات وصلت بشكل بسيط وكلنا استفدنا منها. ولو تقدر تشير الحلقه عشان عدد اكبر يستفيد. ولو عندك اي سؤال عن اي موضوع او عجبك طريقه الشرح ممكن تكتب لنا في الكومنتات تحت. ولو بتستخدم مكملات غذائيه او فيتامينات ومعادن تقدر دلوقتي تشتريها من خلال دكتور فيد ستور. ومش بس كده، كمان جايب لكم كود خصم دكتور فيد 5 تقدر تستخدمه على الويب سايت، هتاخد خصم اضافي على كل اوردراتك، وفي شحن سريع لكل المحافظات. هحط لكم لينك الويب سايت ولينك الصفحه في الديسكريبشن تحت. وما تنساش جيت فيت وذ دكتور فيد. استنوا الحلقات الجايه.